حبايبي الفيديو جديد يوم جديد، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. النهارده بقى كل يوم حيره على الاكل، والله يا جماعه كل يوم حيره على الاكل. كل يوم هتاكلي ايه، هتاكلي ايه يا ولاد؟ ما مش عارفين هناكل ايه يا ابو عمر، مش عارف اعمل اي حاجه. ما انا زهقت من كلمه اي حاجه دي. فكان معايا ايه كده يجي 120 جنيه، جبت بيهم ايه، جبت بيهم لحمه مفرومه اهي من واحد جنبنا، قلت اما اجربها كده بس شكلها كده هتنزل دهن ولا ايه مش عارفه. وقطعت بصلايه وعملتها معاها وعيش بلدي كده. ما بتعملها بلقمة عيش بلدي كده، بتصفيها وتعملها معاها، وقرن فلفل وطماطمية وبشراهم ومصفية ميتهم وكده، وحطيتها في التلاجة ايه تمسك شوية. بعدين طلعتها. بصوا انا كده عملتها يعني عملتها شوية، هي حاسة ان هي خست، فهنكمل تسويتها وهنشوف هتخس اكتر من كده ولا مش هتخس، لان كنت عاملة ما شاء الله الصبع كبير. قلت بقى هتكفينا النهارده وبكره، يعني هنقسمها على النهارده وبكره. انا بصراحة نزلت من الاكل كل يوم، فعملت جنبها شوية رز ابيض، وقطع جنبها تحت كده بطاطستين وبصلايه وقرن فلفل وطماطمايه وظبطتها. هدخلها الفرن بقى كده وهنشوفها تاني. بقى الاكل بعد ما اتعمل اهو. بصوا الكفته كنت عاملاها، بصوا ما شاء الله، يعني الواحده قد كده، شوفوا خست ما عادش فيها، ما عادش فيها والله لازم، خست قوي، خست قوي 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 قوي، نص كيلو. عملت جنب شويه رز ابيض اهو وشويه سلطه كده، وبطاطس اللي كانت تحت الكباب كفته، وشويه زيتون وليمون اللي كانت امي مخليلاهم، الله يبارك لها يا رب. وده بقى غدانا النهارده، يعني انا هحاول اشيل منه كام واحده كده لبكره باذن الله، يعني ايه العيال ايه يتغدوا بيها، مش مشكله انا وجوزي ناكل ايه اي حاجه يعني. اشيل بس العيال ايه كام واحده كده بكره ايه يتغدوا بيها، لان بصراحه كل يوم حيره على الاكل، فانا زهقت من الاكل الصراحه، وما عادش حاجه رخيصه اصلا. ده بقى الغدانا بقى النهارده يا حبايب قلبي، وشير ولايك واشتراك في القناه. العيال لسه جايبين من المدرسه، شو عامله ازاي، لابسه بلوزه مشالب وحياتها كربه. لا صح، لا صح، صح، مش هتكلم تاني، ايوه صح. وهحط لهم بقى ياكلوا دلوقتي على ما يبقى جوزي يجي نبقى نتغدى هو مع بعض. هحط بس العيال ياكلوا عشان جايين ايه مش قادرين يعني جعانين. وشيروا لايك وشيروا وخلي كتب ونقطبهم بعد الاكل هنعمل واجب بعد الاكل. وكورسات في مدرسة نعملها بعد الاكل برضه. وطي صوتك. حبايبي 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 ايه؟ حبايبي يعني لايك، حبايبي لايك، حبايبي لايكس حبايبي لايكس. السخونية بقى كانوا تعبانين، عمر كان تعبان، رحت بالحميات بس يا كوكو، رحت بالحميات بقى ادوني ده، لان كانش في دكاتره لسه، وادوني ده، لا مش ده التاني بقى بره بقى تقريبا ده مكتوب عليه عمر الحميات. وكنت جايبه له ده من بره اصلا، وده كنت جايبه له من بره لان ما كانش جايب ايه نتيجه، وكنت جايبه له ده برضه. كان عنده التهاب في زوره، الدكتور قالت لي زوره ملتهب خالص، ما عندهمش اصلا مناعه، يعني يروحوا بقى لهم يومين او 3 ايام قاعدين بالمدرسه. اخر يوم راحوا كل الخميس، النهارده الثلاثة اهو، راح النهارده يعني السبت والحد كده كده، السبت اجازه، الحد والاثنين ما راحوش عشان كانوا تعبانين وكده، ما عندهمش اصلا مناعه، يروحوا من هنا يعيوا هنا. بسكوت ده اللي بياخدوه معاهم في المدرسه، ما عادش بيديهم التمر، اسمعي كده، ما عادش بيديهم بسكوت تمر. اول اسبوع خدوا بسكوت التمر وكلته منهم، بعد كده ما عادش بيديهم، مش عارفه ليه. يلا مش عايز اطول عليكم، وشير ولايك واشتراك في القناه. خلاص 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 خلاص.